الحكومه صايبت محكمه الرحمه اللي فيها الذكاء الاصطناعي هو القاضي وهو منفذ الاعدام ايضا. هادشي كينقص من الوقت الطويل ديال المحاكمات والمجرمين كيتحاكموا في ساعات قليله من بعد الجريمه. الذكاء الاصطناعي ديما كيفترض ان المتهم مذنب حتى يثبت البراءه ديالو، ومن بعد عامين من الاطلاق ديال المحكمه عدمت 18 لواحد وقدرت تنقص نسبه الجريمه ب 68% ووفرت على الدوله الملايير ديال الفلوس والناس بداو كيحسوا بالامان عاوتاني. المحقق كريس ضربته الفيقه ولقى راسو مربوط في الكرسي ديال المحكمه. شويه بانت القضيه مادوكس في الشاشه اللي قدامه اللي هي الذكاء الاصطناعي، وعلنت انهم يقدروا يبداو المحكمه دابا حيت نسبه الكحول في الدم ديالو هبطت. قالت لي بلي كان فقد الوعي لمده 6 سوايع تقريبا، وطلبت منه يقول القسم ديال المحكمه باش يقول غير الحقيقه. من بعد ما كريس ادى القسم مادوكس قالت له انه متهم بقتل مرتو نيكول، ووراتو لقطات من كاميرا البوليس كتبينهم داخلين لدار كريس، ولقاو مرتو نيكول طايحه في الارض وبنتهم بريك كتبكي حداها. نيكول مضروبه بموس، وفاش البوليس سولوها شكون اللي دار هادشي جاوبتهم باسم كريس. كريس كيشوف الفيديو مرعوب وما تيقش فاش سمع سميتو. مادوكس قالت له انك كنتي بوحدك في الدار فاش نيكول ضربات. كريس ما تيقهاش وقال لها غير كتكذبي، ودخل كيقلب في الانترنت وكيتاكد ان سميتو منتشره في الاخبار كامله وكلشي كيهضر على الاعتقال ديالو. كريس وشريكو جاك كانوا هما اللي شدوا القاتل ديفيد اللي كان هو اول مجرم داز في محكمه الرحمه. من بعد مادوكس كطلب منه يعترف وكريس كيقول لها انه بريء. من بعد بدات كتحلل الادله اللي كاينه واستنتجات ان الاحتمال يكون هو القاتل 97.5% وخاصو يهبطوا ل 92% باش يتجنب الاعدام، وعنده غير 90 دقيقه باش يقدر يدافع على راسه. عنده الحق يستعمل كاع المعلومات في السحابه عند البلديه اللي هي واحد قاعده البيانات كيرتبط بها كل شخص وكل شركه بالاجهزه ديالهم بحكم القانون. واذا خسر الكرسي غيقتلو بنبضه صوتيه في البلاصه. العداد التنازلي بدا في الشاشه ومادوكس بدات كتستعرض قدامه الادله. كريس وصل للخدمه مع 58 دقيقه ولكن ما هبطش من الطوموبيل ديالو. في البلاصه رجع للدار. نيكول ما بغاش تحل ليه الباب وقالت لي الا بغى يهضر معاها خاص يكون حاضر المحامي. كريس تعصب وضرب الكاميرا بيدو وجبد السوارج حل الباب ودخل. مادوكس دربات اللقطات وقالت ان كريس بقى في الدار لمده 26 دقيقه، وغير شويه من بعد ما مشى بريك رجعت للدار مع صاحبتها وبدات كتغوت. التحقيق لقى ان نيكول تضربات بالموس من طرف راجل بيدو اليمنيه، وان ضربه وحده كانت كافيه باش تهرس عمودها الفقري وتوصل حتى للكبده ديالها. والبوليس لقاو اثار ديال الدم ديال نيكول في حوايج كريس. من بعد ما خرج من الدار كريس مشى لواحد البار باش يشرب، وكريس كينكر وكيقول هادشي ما طراش. لقطات من كاميرا المراقبه ديال البار كتبين ان كريس كان سكران بزاف وكيتضارب مع البوليس فاش جاو يعتقلوا. فلت منهم خرج كيجري لبرا وحاول يسرق واحد الطوموبيل باش يهرب، ولكن البوليس تلاحوا عليه وطيحوه. كريس ما عاقلش على هادشي كامل، ومادوكس كتقول له راه غير حيت كنتي سكران. قال لها باللي باغي يهضر مع بنته بريك، ولكن في المحاكمه عنده الحق فقط باستدعاء الشهود ولكن القاصرين مستبعدين. وحاليا بريك جالسه مع جدها من امها وقالت له بلي كاين واحد القانون كيعطي الحق يصيفط لها رساله. كريس بدا كيحاول يكتب لها ميساج ولكن ما عرفش شنو يقول. هو يطلب من مادوكس ترسل لها رساله تلقائيه وصافي. مادوكس بدات كتستعرض ملف الزوجين. كريس ونيكول تلاقاو هذه 20 عام وتزوجوا من بعد 3 سنين. عام من بعد ولدوا بريك، وحياتهم كانت سعيده حتى ما تري شريك كريس في الخدمه، وهذا الشيء خلاه يرجع لادمان الكحول. العائله بدات كتدمر شويه بشويه ونيكول بدات كتفكر في الطلاق. الرسائل اللي كتصيفطها لعائلته وصحابها كتبين ان كريس فقد اعصابه 57 مره في 6 شهور الاخيره. فيديو اخر كيبين بريك كتقول لصاحبتها ان امها كتبكي وان بوها بدا كيولي عدواني. وفي ديك اللحظه بريك صونات لكريس في المحكمه وهي كتبكي وبدا كيطمئنها باللي ما قتلش امها وراه غير تعتقل بالغلط. بالزربه جد بريك لقاها كتهضر معاه وهو ياخذ التليفون وقطع الاتصال. تما مادوكس فكرات كريس باللي بقات له غير ساعه و8 دقائق. كريس عيط لجاك اللي مازال خدامه في مسرح الجريمه ديال نيكول. بدا كيفحص كاع الملفات ديال القضيه في الشاشه قبل ما يقول جاك توريه الدار. في الصالون كاين فاز مهرس في الارض. في الكوزينه لقاو اثار دم في الارض وبقع دم في الحيط. هادشي كيدل انه كان صراع تما. تبصير مهرس كيبين ان نيكول حاولت تدافع على راسها، وكاين موس ناقص من المجموعه وكيطابق سلاح الجريمه. بصمات كريس عليه ولكن هو كيقول بلي استعملوا غير فاش كان كيطيب. لقاو ايضا شعر جلد وحمض نووي كيطابق ديال كريس. من بعد كريس فكر انه شافها كتهضر في التليفون من بعد ما كانوا كيدابزوا، وبدا كيفحص سجل الهاتف ديالها. ما لقى حتى رسائل والمكالمات اللي كتطابق داك الوقت. كريس قال لها واش ما عندكمش الرقم الثاني ديالها. مادوكس ما كانتش عارفه انه كاين عندها هاتف ثاني. خدات النمره من سجلات مكالمات كريس وعيطت ليه. جاك كانت في الدار وسمعت التليفون كيصوني وتبعت الصوت جاي من برا الطوموبيل. هرسات الشرجم وجبدت التليفون واكتشفوا ان التليفون ما مسجلش عندهم في البلديه. المكالمات والرسائل الوحيده اللي فيه كانت مرسله لنمره وحده. مادوكس كتعيط لديك النمره الغامضه والشخص كيطيح فاش كيسمع صوتها، ولكن هادشي كافي باش يتبعوا الموقع ديالو. وجاك بالزربه كتمشي لتماك بالدراجه الطائره ديالها. وبينما هما كيتسناو مادوكس قالت له ان احتمال يكون ارتكب الجريمه نقص ب 0.8%. اللوكاليزاسيون ديال التليفون لقاوها في الفندق وكان قرب يخرج من الباب الخلفي. جاك كتزرب باش تبلوكي داك الباب مع جوج دوبات اخرين، وباتريك غير شافهم وهو يرجع كيجري للداخل وبداو تابعينه. مادوكس دخلت كتبحث على الملف ديالو ولقات انه طباخ، وكان تم التحقيق معاه 2 مرات بتهمه الاحتيال على الضمان الاجتماعي. الضباط تابعين باتريك في الفندق ولكن كينجح باش يهرب منهم باستعمال الباب كيعرفوه غير هو. من بعد جاك صيفط الطائره بدون طيار ولقات باتريك طلع مخبي في السطح. قالتها للضباط اللي كيمشيو موراه وكينجحوا باش يطيحوا باتريك وشدوه. باتريك بدا كيقول انه ما دار والو، انه هرب غير حيت كان خايف يلصقوها فيه. كريس سولو شنو كانت نيكول كدير مع واحد بحالك، وباتريك كيعترف انه كان في علاقه مع نيكول وكانوا كيخرجوا مع بعضياتهم. باتريك كيقول انه كان في الخدمه النهار كامل وكاميرات المراقبه كتاكد هادشي بالفعل، فما يمكنش يكون هو القاتل. ثم باتريك بدا كيعاير كريس حيت ما تهلاش في عائلته
سميتو، وكيشرح ان نيكول بغات غير شي واحد يسمع ليها ويواسيها، ومن بعد جاك كتشدو غير بتهمه مقاومه الاعتقال. الشاشه كتبين انه بقات له غير 53 دقيقه، واحتمال ذنب كريس ارتفع ل 98% حيت باتريك طلع بريء. مادوكس طلبات من كريس يحاول يتذكر داك النهار شنو طرا فيه بالضبط. كيشرح ليها انه فاش وصل للخدمه اكتشف ان قرعته ديال الشراب ما كانتش في الطوموبيل، وعرف ان نيكول لقاتها، وهو يرجع للدار تما بداو كيتغاوتوا، وكريس تعصب وهرس واحد الفاس، وداك الزاج المهرس جرح نيكول، وهذا الشيء كيفسر علاش لقاو الدم في الحوايج ديالو، وما عقلش على اي حاجه وقعت من بعد. كريس تاثر وبدا كيسول راسو يكمل هو بصح اللي دار، ولكن مادوكس فكراتو ان مازال عنده 43 دقيقه يقدر يبرأ راسو. من بعد ما شاف الناس اللي عيطات ليهم نيكول، كريس صون لباتريك في الحبس وسولو واش نيكول كانت قالت له بلي عندها شي مشاكل. باتريك قال له ان كانت تحت ضغط كبير في الخدمه حيت كان خاصها تجسس على الزملاء ديالها من بعد ما شي مواد كيميائيه تسرقوا. تما كريس بدا كيشك ياك ماشي واحد من الخدمات ديال نيكول، ولكن مادوكس قالت له بلي حتى واحد منهم ما جا لحد دارهم من نهار لحد في حفله الشواء. تما كريس صيفط جاك المستودع الشحن فايكينغ، الشركه اللي نيكول كانت خدامه فيها، وبدا كيتفرج في الفيديوهات من ديك الحفله ديال الشواء اللي كانوا دايرين باش يتعرف على الزملاء ديال نيكول. من بعد كريس طلب لقطات من الناس اللي جاوا للحفله بالطوموبيل، وتما لاحظ ان السياره صاحبو روب فيها 3 الاشخاص اخرين. كريس عيط لروب وسولو شكون وصل معاه في الطريق داك النهار. روب قال لي شكون دوك اللي كانوا معاه، ولكن حتى واحد منهم ما غاب على الخدمه البارح، اذا ماشي هما اللي قتلوا. كريس بدا كيدخل معاه الياس، قرر يرجع مره اخرى يشوف الفيديوهات اللي حطت بنته البارح، وشاف الوقت معايش حطاتو، اكتشف ان في ذاك الوقت كان هو في الخدمه. تما مادوكس خلاتو يعيط ليها، بريك جاوباتو هي غاضبه عليه حيت شافت الفيديو ديال الاعتقال ديالو، وعرفات انه كان كيشرب بالتخبيه، وقالت له بلي كاع الناس كيقولوا انه هو القاتل، وسولته واش هذا الشيء صحيح. جدها بغات تقطع الاتصال، ولكن مادوكس منعاتو حيت هذا الشيء جزء من المحاكمه. كريس كيسول بريك شنو سمعت ديك الليله، قالت له انها سمعت امها كتبكي وشي اصوات غريبه حدا الدار، وبينو فيديو من وسائل التواصل ديالها كيبينها كتقلب في الدار على الاصوات. كريس تما لاحظ ان الباب ديال القبو كان محلول، وهما عمرهم ما حلوا داك الباب، سولها عليه وقالت له بلي ماشي هي اللي حلاتو. كريس طلب من مادوكس يوضح الصوره، وبانت لهم واحد اليد على البواني. تما فهم ان واحد من ضيوف حفله الشواء ما مشاش في حاله وتخبى في القبو لمده يومين، وباش يتعرفوا عليه بداو كيفحصوا البيانات في شركه نيكول. ملي شافوا الايميلات اكتشفوا ان شي واحد كان كيزور سجلات الاسهم باش يغطي على ديك 300 كيلو من المواد الكيميائيه اللي تسرقات. الماده الكيميائيه المفقوده هي حبيبات اليوريا اللي كتستعمل في الاسمده والمنتجات الجلديه وحتى المواد الغير قانونيه. لقاو واحد الرسائل الكترونيه غامضه كتطلب من نيكول تلاقى معاهم في الميناء. كريس قلب على لقطات الكاميرا من الميناء باش يشوف شكون تلاقى معاها، ويتبان ليه نيكول كتغوت مع هولت اللي طلب منها ما تمشيش للبوليس وتعطيه شويه الوقت باش يبدل داك الشيء. هي رفضات حيت كانوا غاديين يجريو عليها من الخدمه، وهولت طلع له الدم ورمى الكارني اللي كان هالف. ملي شاف رسائل هولت الالكترونيه كريس كيكتشف انه مدمن على القمار وانه غارق في الديون وروب كان كيخلص عليه، وهذا الشيء كيهبط احتمال ذنب كريس ل 94.7%. تما كريس عيط لصاحبو روب، ولكن هولت هو اللي كيجاوب، بدا كيتمنى لكريس حظ سعيد ومشى كيقلب على روب. بين ما هما كيتسناو مادوكس كتحاول تلقى فين كان هولت في وقت الجريمه، ولكن ما لقاهش. كريس طلب منها تفحص الكاميرا ديال الجار ديالو، وتما شافوا شي حاجه كتحرك في الشجر. هولت كيرجع للهاتف وكيقول انه ما قدرش يلقى روب. كريس قال له بلي يعرفوه كيسرق المواد الكيميائيه، وهولت بدا كيقول الحقيقه بلي روب هو اللي كان كيسرق، وغير حيت كان كيخلص عليه وكيعاونو داكشي علاش كان كيحاول يساعدو مع نيكول، ودابا ما كيقدرش يلقاه. وصاحبهم في الخدمه كيقول انه شافو كان غادي في واحد الكاميون. هولت كيكشف ايضا ان روب ما جاش للخدمه البارح، وان اخر مره شافو فيها كانت في حفله الشواء. داك النهار روب طلب من هولت يوصل الاخرين في الطوموبيل ديالو حيت كان باغي يبقى شويه تما. مادوكس بدات كتبع الشاحنه المفقوده، وكريس كيصيفط جاك تبعها. باش رجعوا كملوا لقطات من الكاميرا ديال الجيران كيشوفوا روب كيخرج من الكوفر ديال الطوموبيل. هادشي كيهبط احتمال ذنب كريس ل 93.4%. 19 دقيقه اللي بقات ليه جاك والفريق ديالها كيحاصروا دار روب وكيقتحموها، ولكن ما كيلقاوش تما. كريس لاحظ انه ما كايناش شاحنه مركونه برا، وفهم ان روب خدا جهاز التتبع من الشاحنه وخلاها في الدار. مادوكس كتقلب على الشاحنه في المدينه ولكن ما كتلقاش لا واحد الترخيص ديالها، مما كيعني ان روب حيدهم حتى هما. كريس كيطلب من جاك ترسل لي تنبيه لكاع الناس على ديك الشاحنه. في دار روب البوليس كيلقاو صوره ومعاه شي واحد ولكن تصويرته مقطعه. روب تربى في الخيريه والسجلات ديالو تسرقوا، هادشي غياخذ مادوكس وقت طويل باش تلقى الصوره في الانترنت. في الكراج البوليس كيلقاو المواد الكيميائيه، الادوات اللي تما كتبين انه ما كانش كيبيع دوك المواد ولكن كان كيصنع بها مواد غير قانونيه وكيبيعها. لقاو واحد الكتاب كيعلم كيفاش تستعمل دوك المواد الكيميائيه لصنع المتفجرات. اذا روب صنع قنبله وما عارفين شكون غيكون الهدف. شويه الكاميرات لقاو الشاحنه في الشارع متجهه لوسط المدينه بسرعه كبيره. في نفس الوقت مادوكس كتلقى بقيه الصوره القديمه، واكتشفت ان الولد الاخر هو ديفيد، اول مجرم تقتل في ديك المحكمه. ديفيد وروب كانوا خوت، ولكن روب تبناوه بوحده والاسم لعائلته تغير بواسطه والديه الجداد. روب تصاحب مع دريس من بعد الموت ديال ديفيد، وهذا الشيء كيعني انه كان جزء من الخطه ديالو. تما فهم ان روب باغي ينتقم منه حيت هو اللي كان شد خو، وان القنبله جايه لقاعه المحكمه اللي هما فيها. طائره الدرون كتقرب من الشاحنه باش تاكد ان روب هو اللي سايق، وشافوه كيهضر مع شي واحد جالس حداه ولكن ما قدروش يشوفوا معاه. دريس شك وعيط لبريك، ولكن جده هو اللي كيجاوب، قال له ان بريك خرجت برا باش تشم الهواء. دريس رجع بالزربه يشوف الكاميرا اللي تما ولقى ان روب خطف بريك. ديك اللحظه البوليس في الكراج ديال روب كيلقاو واحد العد تنازلي، بداو كيجريو بالزربه ومعظمهم نجحوا باش يخرجوا قبل ما تنفجر الدار في انفجار ضخم. دريس كيحاول يتصل بالضابطه جاك ولكن ما كتجاوبوش. قنبله الكراج كان فيها غير كميه صغيره من المواد الكيميائيه، مادوكس تستنتج ان القنبله اللي في الشاحنه هي اللي فيها البقيه. هادشي كيعني انها غتفجر المدينه كامله. من بعد
جاك كتعيط لكريس باش تاكد لهم انها بخير وغادا تمشي مورا الشاحنه. في ديك اللحظه احتمال ذنب كريس اخيرا كيهبط للصيره. اما مادوكس بغات توقف المحكمه ولكن كريس كيرفض حيت باغي يبقى عنده وصول للنظام باش يشد روب. مادوكس قالت له باللي بقات غير 9 دقائق فقط والكرسي يقدر يقتلو ولكن ما تسوقش ليها حيت باغي ينقذ بنته والمدينه. كريس كيشرح ليها كيفاش يقدروا يخدموا بجوج من اجل الصالح العام ومادوكس كتوافق باش تكمل المحاكمه. سيارات الشرطه كطارد للشاحنه كيحاولوا يبلوكيوها بزاف المرات ولكن روب ديما كيراوغهم وكيدفعهم. بينما الاخبار كيبداو يصوروا المطارده روب بدا كيسوق بالزربه وكيضرب سيارات الشرطه حتى كتدخل لواحد المتجر. الشاحنه كتوصل للجسر الهليكوبتر كتحاول تنزل واحد من القوات ديالها. سيارات الشرطه كتحاول تبلوكي الطريق ولكن روب كيسوق بيناتهم بسرعه كبيره والعامل ما كيقدرش ينزل. جاك ما بقى عنده حتى خيار الا تامر الرجاله باش يقتلوا روب واخا كريس عيا ما يذكرها ان بنته برك معاه في الشاحنه وحتى مادوكس كتوافق على القتل ديالو. 4 دقائق اللي بقات مادوكس كترسل تنبيه باش تخلي المنطقه كامله. كريس كيطلب من جاك الطريق قدام الشاحنه وكيشوف بريك كتبكي. روب بدا كيقول لهم انا ديفيد كان بريء ولكن قبل ما يكمل هضرته جاك ضرباتو بالفردي. هادشي كيخلي الشاحنه تصطدم مباشره بالمبنى ديال المحكمه. في نفس الوقت الكرسي بدا كيستعد باش يقتل كريس. مادوكس ما كتجاوبوش حيت الضوء تقطع عليها. روب كان باقي حي وكيستعمل بريك كدرع وكيتيري في كاع الحراس اللي كانوا كيحاولوا يشدوه. 10 ثواني اللي باقا الكرسي بدا كينزل وكريس كيغوت على شي واحد يعتقو. ولحسن الحظ مادوكس كترجع ليها الطاقه وكتوقف المحاكمه في الوقت المناسب. من بعد كريس مشى كيجري عند روب وخدا الستره واقيه من البوليسي ميت. بدا كيحاول يهدئ روب ولكن روب كيجبد المفجر. قبل ما يقدر يضغط على الزر مادوكس كتضرع على الشاشه وكتعطيه الفرصه باش يبرر اسم خو. روب بدا كيحلف انه هضر مع ديفيد في وقت الجريمه ولكن مادوكس كتقول انه ما لقاوش حتى تليفون عند ديفيد فاش ارتكب الجريمه. وبينما روب كيهضر مع مادوكس بريك كتعضو من دراعو وكتهرب. كريس نقز على روب وبدا كيدابز على المفجر ونجح انه يقطع الكابلات من المفجر باش يطفيه. من بعد كيركن الفردي من يد روب وكياخذ سلاح وهزو جهه روب وباغي ينتقم من مرتو نيكول. بريك كتبكي وكتطلبو ما يديرهاش. كريس بدا كيتردد وروب كيحلف لي انه كان كيهضر في التليفون مع ديفيد الوقت كامل. وعلى غفله جاك ضرباتو بالقرطاس ولكن كريس كيوقفها باش ما تضربوش مره اخرى. روب كيقول انه هضر مع شي مرا في المركز ووعدته انها غتفحص السجل ديال المكالمات ديالو مع خوه. اذا اللي اعتقل ديفيد كان عارف الحقيقه. مادوكس كتفحص المكالمات المركز ولقات ان شي واحد شاف في سجل روب باش يلقى مكالماته مع ديفيد. كريس تفكر ان جاك هي اللي اعتقلت ديفيد وقال لها تقول الحقيقه ولكن جاك كترفض تهضر. مادوكس بدات كتفحص السجل ديالها. الهاتف كان في الصندوق ديال الادله ولكن جاك خداتو ورماتو في النهر. من بعد جاك كتعترف انها دارت هادشي كامل باش تثبت للجمهور ان محكمه الرحمه خدامه وتحافظ على امان المدينه. كريس كيقول لها انهم محتاجين للعداله وكيقول للضباط الاخرين يعتقلوها. وكريس مشى كيجري باش يعنق بنته بريك. مادوكس اكتشفت انها قتلت رجل بريء ولكن كريس قال لها انه بحال البشر الذكاء الاصطناعي يقدر يرتكب اخطاء وكيحتاج يتعلم منها.